تعرفوا قصة أبو العريف؟ أنت تعرفها؟ طب عشان خاطرك هحكيها لك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبو العريف شخصية على الرغم أنها قصة رمزية، لكن هو شخص موجود حقيقي، موجود جوه حياتنا الشخصية وموجود حوالينا في الأشخاص اللي بنتعامل معاهم، وده له علاقة بالموضوع اللي هناخده النهاردة. بس الأول لازم تعرفوا مين هو أبو العريف وبيتصرف إزاي. كان في راجل بسيط ساكن في قرية، مربي جاموسة وحيدة في البيت بتاعه جوه البيت، وحاطط الزير قريب من الجاموسة. في يوم ربط، خلى الحبل طويل، جاموسة عطشت، دخلت راسها جوه الزير عشان تشرب، المية بتنزل وهي وراها. في الآخر خلصت الزير لكن راسها اتحشرت جوه الزير. صاحب البيت فكر عايز أطلع راس الجاموسة من الزير، قال مش هاخد القرار لوحدي، نادي 2 من جيرانه ممكن تساعدوني تطلعوا راس الجاموسة معايا من الزير بتاعي. واحد فيهم وقف شوية ولف حواليها وفكر، قال ما ينفعش نتصرف غير لما نروح لأبو العريف، مش هقدر أخد أي قرار غير ما أبو العريف يشير علينا. التاني قال أنا أعرفه، بروح له على طول وبقعد معاه وأنا الشخص اللي قريب منه وأقدر أجيبه لكم. قالوا خلاص تمام، خدوا الجمال بتاعتهم وراحوا يجيبوا أبو العريف، عشان أبو العريف بيعرف كل حاجة، ساكن بره البلد في حتة عالية، يشوف كل المدينة منها ويتتبع كل التحركات ويجمع كل الأخبار، عشان لو حد عنده مشكلة مين هيعرف يحلها؟ بس واحد في البلد، أبو العريف. راحوا له، أبو العريف مش هيمشي، راجل عظيم يركب على أكبر جمل في الجمال اللي رايحين بيها. وصل أبو العريف عند الباب عشان يروح يشوف المشكلة، قال أشوف بعيني. حب يدخل، الجمل مش داخل الباب، قال شيلوا لي الباب وهدوا لي الحتة دي، علوها لي كده عشان أعرف أدخل. طب انزل ادخل ما ينفعش أبو العريف يدخل على رجليه. أول حاجة هد الباب وهد كده الواجهة بتاعت الباب الحتة الفوق ودخل لغاية جوه. قعدوا الجمل ونزل لف حواليها لفتين وقال أنا من رأيي دلوقتي اذبحوا الجاموسة. قال ما نشد، قال ما تشدوش لحسن تفلفص تتعور وانتوا بتطلعوا راسها، اذبحوها الأول وفصلوا راسها. ذبحوها فصلوا راسها. قال شدوا دلوقتي، شدوا برضو ما طلعتش. قال اكسروا الزير وطلعوا راس الجاموسة هتطلع بسهولة. كسروا الزير وطلعوا راس الجاموسة، وفعلا أبو العريف حل المشكلة، بس هد الباب والسقف وذبح الجاموسة وكسر الزير وركب فرحان ورجع بفخر إنه حل المشكلة للمعبد بتاعه اللي أعلى البلد. مين الثلاثة دول؟ واحد بيدور على سلطة ويلزق فيها عشان يحس إنه في أمان معاها، وأنا أعرف أبو العريف وأعرف أستدعيه ويعرف يحل لي مشاكلي. والتاني انسحابي وهروبي، أنا مش هقدر أتصرف غير لما حد غيري يتصرف، أكيد غيري أكفأ مني، أكيد أنا معرفش. والتالت هو أبو العريف اللي بيحل كل المشاكل وعارف كل